العطله البينيه الثانيه جايه قريب، وهاد المره وقتها مثالي باش تهرب شويه من ضغط الدراسه. عارف وقتاش غادي تبدا، شنو تقدر دير باش تستغلها بشكل زوين. بقى معايا حتى الاخر باش تعرف كلشي التفاصيل. كيبان عليك بلي عييتي شويه من الدراسه المتواصله، ما تخافش، العطله البينيه الثانيه ديال الموسم الدراسي 2024 2025 قريب غادي تكون. اذا كنتي باغي تعرف وقتاش غادي تبدا العطله، واش كاين شي تغيير في هذا العام، خليك معايا حتى الاخر. اذا باش ما نطولش عليكم، العطله البينيه الثانيه غادي تكون في شهر 2 جنبير، وقت مثالي وسط العام الدراسي. وزاره التربيه الوطنيه صرحات بان العطله غادي تبدا من الاحد 8 جنبير 2024 وتستمر حتى الاحد 15 جنبير 2024، يعني 8 ايام ديال الراحه باش ترتاح، باش توجد راسك لمواصله السنه الدراسيه. بطبيعه الحال العطله غادي تبدا السيمانه الجايه ان شاء الله. هذه العطله كيعتبرها بزاف ديال التلاميذ فرصه ذهبيه باش يلتقطوا الانفاس ويراجعوا شويه المواد اللي تقال عليهم. واخا العطله قصيره راه مهمه بزاف وسط العام الدراسي. ما تنساش بلي الموسم الدراسي هذا العام كيحتوي على 4 العطل البينيه موزعين بشكل منتظم، الى جانب العطل الدينيه والوطنيه اللي مجموعها 56 يوم. وهذا التوزيع الجديد كيساعد على التوازن بين الدراسه والراحه. شنو ممكن دير في هذه العطله؟ واخا هي قصيره راه تقدر تستغلها في تنظيم وقتك، تعلم شي حاجه جديده، شوف ناس عزيزين عليك، وحتى تقرا شويه باش تهيئ راسك للمرحله المقبله. المهم انك تستغلها كيف ما بغيتي، ولكن ما تضيعش الوقت. الا عجبك الفيديو ما تنساش تشارك مع اصحابك باش حتى هما يعرفوا الموعد ديال العطله ويستعدوا ليها. خليو لنا في التعليقات شنو هي مخططاتكم لهذه العطله. ديروا لايك وبقاو متابعين معنا باش يوصلكم الجديد ديال التعليم في المغرب. نشوفكم في الفيديو الجاي، تهلاو في راسكم.